من احمد حسن لباسم، برافو يا باسم، عدى باسم، مر باسم، لعب على حدود المنطقه وبيكاسو، يا ولد يا ولد يا بيكاسو، يا ولد يا بيكاسو، بيرسم الفرحه الاولى لمصر بعد 10 دقائق. محمد صلاح بيكاسو، وواحد منتخب مصر لا منتخب كينيا، 1-0. هدف جميل وهدف حلو ملعوب بشكل كويس. باسم علي الاثنين من المقاولين، هدف ماركة المقاولين العرب، ماركة المقاولين العرب، باسم لبيكاسو، وبيكاسو بيسجل الاول للمنتخب المصري. اهو باسم عدى كويس جدا وحط في ظهره حلو قوي ميلتون، لكن على طول محمد صلاح ما بيكدبش خبر، بيكاسو ما بيكدبش خبر وبيركن. يا سلام يا سلام على يمين موكابي، يبقى الهدف الاول لصالح نادي رينجرز نيروبي. وركله جزاء واحمد حسن، احمد حسن بيحط الثاني، احمد حسن بيحط الثاني للمنتخب المصري، وبالتاكيد علامه الشهداء، علامه الشهداء لاحمد حسن لن ننساكم. واحمد حسن يسجل الثاني للمنتخب المصري من ركله جزاء، وانذار كان على اللاعب ادوين مواورا اللي بينال انذار، واحمد حسن بيتقدم وبيسجل الثاني. 2 مصر لا شيء منتخب كينيا. هي الكوره وهي الاعاده، وضربه الجزاء اللي كانت لصالح بيكاسو على ادوين وفولا، لكن يركنها كويس جدا احمد حسن في مرمى موكابي، ويبقى الهدف الثاني للمنتخب المصري. مواجهه بالتاكيد طبعا هتبقى سهله، لكن مواجهه النيجر لن تكون بالسهل، لكن طبعا مع النيجر هينضم 2 من المتميزين ستظل في القلب ولن اللي لازم اللاعب يخرج ويغادر بره ارض الملعب تماما ويقعد في المدرجات. وفعلا تيدي اجايا كومو يغادر ارض الملعب بعد تعرضه للطرد، وهيستعد دلوقتي احمد عيد عبد الملك ان هو يسدد ضربه الجزاء. المباراه متوقفه، وضربه جزاء دلوقتي لمنتخب مصر. احمد عيد في مواجهه ادم موكابي، وترقب وعيد قدام موكابي، وحكم المباراه بيرجع دفاع منتخب كينيا، واحمد عيد بيسجل الثالث. احمد عيد عبد الملك يسجل الثالث لمنتخب مصر 3 طبعا، والمره الكتير بقى مش هعد او ما عدتش بمعنى اصح. ادي تجرية لعب حلوه، وادي عيد دخل جوه المنطقه يلعب بالعرض عيد، واحمد خيري يسجل الهدف الرابع. احمد خيري يسجل الهدف الرابع للمنتخب المصري. ايوه يا عادل، مصر ما بتلعبش مع حد. اهي الهدف رابع، ومحاوله بالعرض كده وهدف من جمله اتلعبت للمنتخب المصري، وكانها حصه تدريبيه فعلا وارضيه، مفيش اي حد ضغط خالص. اهي النني لعب عند عيد، وعيد لعب بالارض محدش ضغط، فعلى طول بقى يحطها احمد خيري في المرمى. يبقى 4 مصر لا شيء منتخب كينيا تحت 23 سنه. اقوله منتخب كينيا سنه 23، يعني لو كينيا بالمنظر ده كينيا لسه الكره ما دخلتهاش، لكن طبعا المنتخب الاول. وادي البينيه، وادي محاوله عند عبد الظاهر، راح كده عبد الظاهر وقع على الارض، لكن خدها مره ثانيه. عبد الظاهر يحط الخامس، عبد الظاهر يحط الخامس ويسجل هدف من اهدافه الدوليه، ثالث هدف دولي لاحمد عبد الظاهر بيسجله في مرمى منتخب كينيا. 5 مصر لا شيء كينيا. احمد عبد الظاهر وقع، محدش ضغط عليه، قام كمل وسجل الهدف. اهي الكوره، وهو اللي كان ضغط عليه كده رقم 15 رافائيل مونجاي، طلع وقام وحطها في المرمى. تبقى النتيجه 5 منتخب مصر لا شيء منتخب كينيا. هو خدها كويس ولفت جسمه وهو واقع، بص كده عدل جسمه كويس. هدف فيه فكر كويس جدا من احمد عبد الظاهر، هو اللي قصدها على فكره وهو واقع، مركز كده وقع اهو انعدلها كده وقام، لا فيها فكر، برافو عبد الظاهر. لكن هو هدف خامس